حاجه اروح حليم حليم. محمد مش عارفه ايه. ايوه بالظبط. مين اللي عامل دوله رشيديه؟ ابن طه الشيد. محمد ابن طاغي الرشيد. عايزين بصوا يا جماعه اللي معاك جوائز بسرعه من غير ما اقول. محمد والله ما سألت معلش. الدوله الرشيديه احنا قلنا بدات مع محمد ابن طاغي الرشيد، واللي هو كان تابع للدوله الايه؟ العباسيه. واتكلمنا ان قلنا محمد ابن طاغي الرشيد خلى كابور الرشيدي قال له خلي بالك من ابني من بعد. طيب بعد محمد ابن طاغي الرشيد جاء واحد اسمه انجور ابن محمد ابن طاغي الرشيد، وابن محمد ابن طاغي الرشيد فعلا. انجور ده المفروض حصل حادثه في عهده في جزيره الروضه، انا هحكيها بس، انما هي ملهاش علاقه بالدوله الرشيديه. انجور ده كان في عهده في عالم نحوي اسمه، سامعيني كلكم صح؟ ايوه سامعين. عالم نحوي اسمه ابو جعفر احمد بن محمد النحاس. ابو جعفر احمد بن محمد النحاس ده ليه كتب كتير في النحو، وليه كتب كتير في تفسير القران واعراب القران والحاجات دي، يعني عالم مشهور جدا جدا جدا. شمس الدين بن الذهبي وده صاحب كتاب سير اعلام النبلاء كتب ان سنه 338 حصل حادثه غريبه جدا، ان الراجل النحوي ده او العالم النحوي كان قاعد في المكان ده او ما يقرب من المكان ده، قاعد بيعمل حاجه اسمها ال اسمه ده يا رب في العرب في النحو، دي حاجه اسمها قولوا معايا. لا مش الصرف، العروض. تمام؟ دي حاجه اسمها، ايوه خليكي شغاله معايا. فهو كان عمال يعمل عروض في قصيده معينه. ايه العروض ده؟ اوزان الشعر. يعني هو عارفين ان بيجيب القافيه والكلام ده، فقاعد بيقول كلام غريب الناس العاديه مش هتفهمه. جه واحد جاهل من وراه وشافه ان هو بيعمل ايه؟ بيقول الكلام الغريب ده، فقرر ان هو يرميه في الميه برجله علشان افتكر ان ايه؟ ان هو بيسحر للنهر النيل. واتقتل. يعني هو ما عرفش، لان كان ساعتها النيل زياده، فاتقتل او مات غرقان في الفتره دي.